مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن اولا اريد ان اعبر عن الفرحه ديالي بتاهل المنتخب المغربي الى نصف نهائي كاس العالم لمواجهه فرنسا. فكنتمنوا لي ان شاء الله كل الحظ وان شاء الله التاهل للنهائي. اليوم غادي نهضروا على قصه الفيلم اللي داير ضجه حاليا في المغرب، اللي هو انهض يا مغرب، اللي مثل فيه وليد الركراكي منذ أكثر من 16 عام. لم يقتصر دور المدرب الوطني المغربي وليد الركراكي على الصعود بفريقه إلى نصف نهائي كأس العالم في قطر 2022 فقط، ولكنه تنبأ منذ أكثر من 16 عام بهذا النصر يتشارك في فيلم انهض يا مغرب للمخرجة نرجس النجار، والذي حمل أمانة الحلم بذلك الإنجاز الذي قاده الركراكي على أرض ملاعب قطر الذي يتحقق حاليا. وكانت وسائل التواصل الاجتماعي دارت ضجة كبيرة بزاف بسبب هذا الفيلم اللي تعرض سنة 2006 وتنبأ بهذه النتيجة، والآن ها هو كيتحقق وحقق مشاهدات رائعة ونقدر نقول لها خيالية. في الفيلم الذي أخرجته نرجس النجار قام ببطولته كل من الممثل الراحل حسن الصقلي وسهام آسيف وفاطمة هراندي ومراد الزاوي، لكن الركراكي أصبح بطلا للحدث على أرض الواقع للإنجاز الذي حققه الآن في قطر، ويصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم، ولما لا الوصول إلى النهائي إن شاء الله. تدور قصة الفيلم حول لاعب كرة قدم سابق منسي يعيش في جزيرة صغيرة اسمها سيدي عبد الرحمن، نسبة إلى الولي سيدي عبد الرحمن المدفون فيها، فيما الأطفال يحلمون بكرة القدم والرغبة في التميز فيها، متشبثين بالرغبة في تنظيم كأس العالم في بلدهم المغرب، وهو الحلم الذي سيتحقق في نهاية الفيلم. من اللحظات الأولى لمشاهدة الفيلم الذي يقدم شخصية قارئة الطالع اللي هي راوية، التي تقدم قراءة لمستقبل أبناء مجتمعها الصغير، وتقع في حب أحمد الهيشو لاعب كرة القدم المعتزل الذي جسده الممثل حسن الصقلي رحمة الله عليه، بينما تقع حفيدته في قصة حب أخرى مع جاد، وهو طفل يعيش في دار الأيتام ويحلم بالمستطيل الأخضر كلاعب كبير ومشهور، ويشارك في بطولة كأس العالم. ويمكنكم مشاهدة مقاطع من هذا الفيلم الرائع الذي يحكي هذه الحلم الذي تحقق في أرض الواقع هنا في قطر 2022. ونتمنى إن شاء الله الفوز للمنتخب المغربي إن شاء الله، والفوز إن شاء الله لما لا بكأس العالم.